في التاريخ في حروب اتكسرت فيها جيوش، وفي حروب تانية اتكسرت فيها امبراطوريات قدام ست واحدة. الست دي كان اسمها كليوباترا. ويلا بينا، يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيك في برنامجنا شنطة فاشن روردانيا ستايل مع نهار رشاد. كليوباترا ما كسرتش الامبراطوريات لانها كانت الاقوى سلاحا، ولا لانها كان عندها اكبر جيش، لكن لانها كانت فاهمة حاجة اخطر من السيوف، هي الجمال والهيبة والعقل. كليوباترا ما كانش جمالها في وشها بس، كان جمالها في حضورها. كانت بتدخل المكان فتسكت الأصوات، مش علشان هي ملكة، لكن عشان هي عارفة تلبس، تتحرك وتتكلم كملكة. كانت تختار أقمشتها بعناية فائقة، حرير ناعم وألوان محسوبة، عطور تقيلة بس مش صاخبة، وإكسسوارات تحكي قصة مصر القديمة. جمالها ما كانش للزينة، كان سياسة. جذبت يوليوس قيصر وخلت مارك أنطونيو ينسى إمبراطورية كاملة. ومع إن روما كانت أقوى دولة في العالم، وقفت مرتبكة قدام ست فاهمة نفسها. ولما قربت النهاية، لما روما قررت إن كليوباترا لازم تختفي، هي ما استسلمتش، اختارت تموت بطريقتها. أسطورة بتقول إن السم كان في الأفعى، وأسطورة تانية بتقول إنها كانت قارورة سم، بس الحقيقة الأهم إنها اختارت النهاية زي ما اختارت حياتها، بهدوء وبكرامة وبسيطرة. كليوباترا علمتنا إن الجمال مش ضعف، وإن الأناقة مش رفاهية، وإن اللبس ممكن يبقى قوة ناعمة تغير التاريخ. ومن هنا نرجع لشنطتنا. لحد النهاردة الست اللي بتلبس وهي فاهمة نفسها بتسيب أثر، مش علشان الفستان غالي، لكن علشان الإطالة صادقة. وده بالظبط اللي بنحاول نعمله في رودانيا ستايل. أناقة تحترم القوة، أنوثة هادية، احتشام في حضور مش اختفاء. مش كل ست محتاجة تبقى كليوباترا، بس كل ست محتاجة تفكر ان الأناقة قرار، وان الجمال الحقيقي لما يبقى في خدمة شخصيتك يقدر يهزم اي امبراطورية. تابعوني في شنطة فاشن رودانيا ستايل عشان نكمل سوا حكايات الازياء اللي غيرت التاريخ. وما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستجرام @رودانيا ستايل، وعلى الويب سايت www.rodaniastyle.com. وافتكري دايما life is a party, dress like it. ورمضان كريم. باي. Stop.